انت عارف يا صديقي الاهلي ناقص له ايه بس عشان يرجع تاني الاهلي؟ ناقص له روح الفانيلا الحمراء. بس الشعارات بتاعت النادي الاهلي، الاهلي بمن حضر، دي مش شعارات وخلاص. الاهلي بمن حضر يعني لاعب النادي الاهلي مش مهم انت مين، مش مهم اسمك ايه، مش مهم انت نجم ولا مش نجم. المهم ان انت يبقى عندك روح، المهم ان انت بتقاتل عشان ما تخسرش، المهم يبقى فكرة الخسارة عندك مش موجودة اصلا. انا ما ينفعش اخسر. همه الاول والاخير انه يتوج بكل البطولات، مش انه عايز يجدد عقده، مش انه يقول اشمعنى ده بياخد اكتر مني، مش انه يلعب في الماتش اناني عايز هو اللي يبقى النجم بس. افتكر حسام غالي لما متعب كان عنده مشاكل مع الكابتن حسام البدري، كله فاكر الجون ده لما حسام غالي كان هيدخلها جون وبظاها لمتعب عشان متعب هو اللي يدخلها جون، مع ان كان الاحسن ان الكابتن حسام غالي هو اللي يدخلها. بس هو ده النادي الاهلي. لما الشحات اداها لامام عشان امام يبقى الهداف، هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي مش ان انا ادخل جول، النادي الاهلي ان النادي الاهلي يكسب، ان النادي الاهلي يدخل كل بطوله ياخد المركز الاول. كده تبقى انت نجم، كده تبقى انت فعلا اسطوره. انما مش الاسطوره انك عايز تمرقص كله وتدخل جوان، ولا اهم حاجه عندي عقدي ومش فارقه النادي ومش فارقه الجمهور اللي بيروح لك ده. انتوا مش عارفين قيمه النادي الاهلي. اللعيبه اللي في النادي الاهلي دلوقتي مش عارفه قيمه النادي الاهلي، قليلين قوي اللي يعرفوا قيمه النادي الاهلي. وطالما انت ما تعرفش قيمه النادي الاهلي يبقى احنا مش عايزينك. يعني ايه ابقى متعادل واشوفك ما عندكش روح ان انت عايز تكسب؟ يعني ايه من ساعه ما شجعت النادي الاهلي عمري ما شفتها؟ ده احنا كسبنا افريقيا والدوري كان واقف، وكسبنا افريقيا مع الكابتن محمد يوسف على ما اظن، وكنا 14 لاعب بس علشان روح الفانيلا الحمراء، مش عشان اساميهم، عشان كان عارف ان النادي الاهلي ما ينفعش يخسر، عشان من جواه متربي ان النادي ده مستحيل يخسر. كلمه خساره دي انا ما بسمعهاش. هو ده النادي الاهلي. فوقوا واعرفوا انتوا بتلعبوا فين. لو اللعيبه همها على الفلوس بس احنا مش عايزين. احنا عايزين اللي عنده روح. احنا عايزين زي الكابتن محمد الشناوي اللي بيخاف على الفانيلا، مش تبقى في الدقيقه 90 وانتوا بتتمشوا. لا، فوقوا فوقوا كده، احنا النادي الاهلي. سلام.